السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل لكم وصفة خفيفة جدا تنفع فطار وتنفع عشاء، شكشوكة بس بطريقة مختلفة شوية. مكوناتنا هنا ايه؟ مكوناتنا بصل زي ما انتم شايفين كده حبايبي، بصل متقطع دواير زي ما انتم شايفين، وطماطم متقطعة برده دواير كده، تمام. ومعانا فلفل ملون بس يا حبايبي، والبيض. كمية البيض اللي انت عاوزاه، بيضتين ماشي، 3 بيضات ماشي، اكتر ماشي، براحتك خالص يا حبيبتي، تمام. اعمل لك كده بقى. هنا يا حبايبي اول خطوه هنعملها الطاسه زي ما انتم شايفين كده، وحطينا فيها سمنه، وهنبدا نرص البصل بالطريقه الدائريه دي كده في الارضيه بتاعه الصينيه اهو، زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. البصل تحت عشان ايه؟ حاجتنا ما تلزقش مننا. الخطوه الثانيه يا حبايبي هنبدا نحط طماطم زي ما احنا شايفين كده برده دواير كده، زي ما احنا شايفين كده بالظبط اهو. اهم حاجه حسب ايديكي زي ما احنا شايفين كده حبايبي. يبقى البصل تحت في الارضيه والطماطم نظام دواير كده حواليه. دي نظام شكشوكه، هي مختلفه شويه بس جميله وشكلها حلو، بتطلع شكلها جميل جدا في الاخر، بتعجب اولادك بقى في الفطار ماشي، في العشاء ماشي، اي حاجه. تمام يا حبيبتي، دي تاني خطوه. بصوا يا حبايبي الخطوه اللي وراها، ادي كميه البيض اللي احنا عملناها. بنرب البيض كده وبنحط عليه شويه ملح وشويه فلفل بس، تمام. ونسمي بسم الله ونبدا ننزل البيض بتاعنا كله كده على الخليط بتاعنا اهو زي ما احنا شايفين. ونوطي النار يا حبايبي خالص عشان مكوناتنا تستوي براحتها. اخر خطوه خالص هنحط فلفل الوان عليه اهو بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الشكشوكه يا جماعه جميله، ريحتها جميله قوي، بسم الله ما شاء الله. بصوا الاشكال مختلفه وجميله وشكلها حلو قوي قوي قوي، بسم الله ما شاء الله يا جماعه. دلوقتي يا حبايبي خلصنا احلى طبق بيتزا زي ما انتم شايفين، زي البيتزا بالظبط. بصوا الشكل والالوان جميل، وهو في الاصل اصلا شكشوكه يعني تمام زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. احلى طبق شكشوكه ممكن تاكلوه بالف هنا وشفا يا رب. وباذن الله فيديوهاتنا تعجبكم وتنول اعجابكم، وباذن الله تكون سهله وبسيطه كده عليكم ان شاء الله يا حبايبي. ونشوفكم باذن الله في الفيديوهات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.